ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ يا رب ده بتكونوا بخير. انا جبت لكم ملف بسرعه جامد جدا. عندك 21 روم، يعني بحوالي 500 فيروس، حرفيا حاجه عظمه جدا. تمام. وعندك اول حاجه فوق فيروس تهنيج وحرق شات متجر جديد 2024. زي ما انت شايف، اجيت ادخل على الفيروس، زي ما انت شايف النسخه عندي مهنجه. تمام. مع العلم ان الفيروس دوت بيأثر على التليفون بالكامل كده، زي ما انت شفت حصل معايا في التليفون كله هنج. وعايز اقول لك ان الفيديو اصلا قطع. تمام. فطبعا يعني الفيروزات تقيلة وحاجة عظمة جدا. تمام. طب قبل أي حاجة، ازاي تحط ملف سرعة في أي نسخة؟ تمام. أول حاجة انت بتخش على الإضافات، بتدوس على 3 نقط أو علامة البلس اللي تحت ديت، علامة البلس دي، أو تدوس على 3 نقط. تمام. بتدوس عليها، بتخش على الإضافات. تمام. أو ممكن تدوس على البلس وتدوس على أول واحدة من ديت. تمام. هتخش برضو على الإضافات. تمام. بعد كده بتخش على النسخ الاحتياطي. تمام. بعد كده بتعمل اول حاجه نسخ احتياطي البيانات. ايه؟ نسخ احتياطي البيانات. تمام. بعد ما يتعمل معاك، طبعا انا عشان احط ملف السرعه في ملف تقيل فياخد معاه وقت قبل ما يتعمل، فسيبه ياخد معاه ملف وبعد كده ارجع اكمل معاكم. طيب بعد ما يقول لي تم نسخ احتياطي، بتخرج وتخش على ام تي مانجر. تمام. هسيب برضو اللينك الابلكيشن بتاعه. بعد كده بتخش على اسم النسخه بتاعتك. تمام. انت اسم النسخه بتجيبه من جوه النسخه من جوه. انا شغال بنسخه بلاك واتساب. تمام. تمام. اخش على بلاك واتساب اللي هي ديت. تمام كده. بعد كده اخش على جي بي بيك اب. بعد كده اخش على اسم الحزمه اللي اس اتش واتساب. بعد كده اخش على ملف اسمه داتابيس. تمام. طبعا انت عندك ملف السرعه يكون عندك في الداونلود. تمام كده. بعد كده هتحدد كل دول هتحددهم كلهم. تمام. وتدوس ديليت او حذف. تمام. بعد كده تاخد 3 ملفات دول، هتاخد 3 دول وتحطهم هنا. تمام كده. بعد ما تنقلهم هتخش على النسخة ونعمل استعادة نسخ احتياطي. هنعمل استعادة نسخ احتياطي. تمام. تمام. نرجع بقى للنسخة ونخش على اس اتش واتساب النسخة بتاعتنا اللي هي بلاك واتساب. تمام. اسم النسخة بتاعتنا بلاك واتساب. تمام. تمام كده. نعمل استعادة. احنا عملنا نسخة خلاص، نعمل بقى استعادة. تمام كده. بس هنا لازم خطوة مهمة جدا قبل ما تعمل استعادة، لازم تقفل النت، لازم نقفل الواي فاي. تمام. بعد ما قفلت الواي فاي ابدأ بقى اعمل استعادة. تمام. دي اهم خطوة، دي اهم حاجة وانت بتعمل استعادة. تقفل الواي فاي او تقفل الداتا بتاعتك، ما تخليش وانت بتعمل استعادة يكون التليفون متصل بنت، هيحصل معاك حرق. تمام. دي اهم حاجه. طب اسيبه يعمل معايا استعاده وارجع لكم تاني بعد ما يخلص الداتا بتاعته. استعاده بدون اي مشاكل، بدون اي حرق. تمام. ودي كانت اهم خطوه، اللي انت لازم تخلي مفيش نت يتواصل بالتليفون وانت بتعمل استعاده. تمام. طب طبعا احنا شرحنا اول اتنين وعندك فلوسات سرعه. تمام. طبعا معظم الفلوسات اللي في الملف دوت حرفيا تقيله جدا. زي ما انت شايف لما اخش على فلوسات سرعه بيحصل معايا تقل بسيط. تمام. تقل بسيط. تمام. يعني انت عندك برضو حاجة عظمة جدا، بس بيجري معايا من نسخة من جوه ده طبعا عشان انا شغال بنسخة جوه المجال. تمام. طبعا النسخة بتبقى متشفر منها شوية حاجات. تمام. طبعا عندك هنا الكونكتات الصيني. تمام. وعندك هنا فلوس الخريطة، وعندك هنا بداية حرقشات، وعندك هنا الحروف ونقط المخفي، وعندك ثقافة البلاي، وعندك ايفون، وعندك حرق نسخ كونكتات، وعندك ايموجي، وعندك اجنبي، وعندك وزن لينكات وفرز تنيك متجر ونسخ ايفون، وعندك ضغط وحرق شات، وعندك اشعارات وحرق نسخ. برضو فيروس حرق نسخ ده برضو تقيل جدا وحاجة عظمة جدا. تمام. طب لو انت بتبعته على واحد مثلا شغال بنسخة متجر او شغال بنسخة بس مش متعدل عليها، طبعا النسخة هتهنج من عندك. تمام. واديك شايف انا نسختي برضو متعدل عليها جوه مجال برضو في تقل بسيط. تمام. يعني اجيب لك ملف حرفيا تقيل جدا. تمام. تمام. زي ما انت شايف اصلا انا النسخه عندي خرجت. تمام. يعني جايب لك ملف حرفيا. بص والله النسخه عندي خرجت. انا مش بجيب لكم اي كلام، بجيب لكم ملف عارف انا بنزل ايه، انا عارف انا بجيب لكم ملف ايه. تمام. عندك هنا فيروس قطع نت، وعندك هنا فيروس تنيك ونسخ فوق بالكامل. تمام. طبعا جيب لك ملف تقيل، ودي شايف بنفسك النسخه حرفيا بتحصل فيها ايه. تمام. طيب اهم حاجه لو انت اول مره شفتني متنساش اشتراك ومتنساش اللايك الجميل بتاعك، واهم حاجه الشير، واشوفكم على خير.